غسيل بيزيل البقع وشامبو للشعر اللي بيقع. اعلانات في الاتوبيس، اعلانات في الاتوبيس، اعلانات في الاتوبيس، اعلانات في الاتوبيس. بس خلاص. شكرا. شكرا لفرقة سلالم. شكرا لفرقة سلالم. احلى سلالم في الدنيا، عن جد احلى سلالم. لا حقيقة ممتازين. شي مرة قريت وجهك؟ ايه؟ شي مرة قريت وجهك؟ لا ما اعرفش، قريت وشي، انا ببص في المرايه بزعل. لا في شخص خصوصا دلوقتي خلاص الواحد وصل ل 35 سنه، بيبقى الواحد ايه يعني كبر بقى يعني. لا انا ما قصدي هيك اكيد. انت عندك حد بيقرا للوش؟ مزبوط. ده غير الفنجان؟ لا غير الفنجان، وهيدا شيء وغير الكف؟ علم، وغير الكف. مشان هيك رح نقرا وجهك ووجهي ووجه حدا تاني ونجوم كتير. خالي هو يقرا وجهي وانا نفسي اقرا وجهك يا حبيبي ارجوك ارجوك. عشان أبقى يعني عشان اقول الكلام اللي يريحني بقى. ماشي هخليك تقري لي وجهي. ماشي حبيبي. طيب خلونا هلا نرحب باستاذ محمد زكريا. استاذ محمد اهلا وسهلا فيك ببرنامج رولا شو. اهلا وسهلا. كثير بيتساءلوا قرايه الوجه هل هي تبصير او هي علم او هي موهبه، فيا ريت تشرح لنا شوي اكثر عن هالموضوع. هي الفراسه هي الاول بتبقى عباره عن موهبه بتبقى جوه الانسان، بس ممكن يثقل ده بالعلم. فانا مثلا واحد من الناس حته الفراسه خدتها الاول عن طريق الموهبه. كنت الاول بشوف مثلا ناس زي استاذ سمير غانم، فمجرد ما بتعامل معاه ببدا احفظ ملامح وشه، فاروح بعد كده اقابل حد تاني احفظ ملامح وشه واربط بين الصفات الموجوده بين الاثنين. أوكي. لحد ما لقيت نفسي بفهم في قرايه الوش. فلما عرفت ان هو تقريبا علم بدات ادرسه طبعا على ايد مدربين. كان في مدربه معايا اسمها سوزيت، ادتني شويه عن الفراسه، وبعد كده خدته بقى عن طريق القراءات. مين اللي اكتشف فيك هالموهبه؟ الحقيقه هو انا اللي اكتشفتها، لان انا كنت مثلا اتكلم مع حد الاول اقول له انت صفاتك كذا كذا، فابدا اقول الصفات بتاعته فلاقيها فتلاقي صح. نفس الصفات ايوه بالظبط. فحد قال لي على فكره انت بتعرف تقرا الوشوش، فبدات قلت خلاص طب انا اتخصص بقى في الحته دي اكتر واقرا فيها اكتر. قرات فيها لقيته علم ممتع جدا، حبيته. بس هو العلم الفراسه بالذات مش اي حد ممكن يتعلمه، رغم ان هو علم بس مش اي حد ممكن يتعلمه، لان لازم يكون عندك الموهبه في الاول. هلا اكيد واحد صعب كتير يتعلم هذا الشيء بسرعه، فبس غششنا كم شغله. يعني مثلا العيون كيف لازم مثلا كيف تعرف انه هذا الانسان مثلا محتال او هذا الانسان مهضوم او هذا هو كريم. في قواعد في علم الفراسه، منها اول حاجه ان الوش دايما المدور يعني او اي حاجه دائريه ده احسن الوشوش. فكل ما كان الشخص وشه انا زي يا سلام. كل ما كان الشخص وشه مدور كل ما كان من جوه انسان نقي. فدي مثلا من الحاجات الاساسيه في علم الفراسه. في حاجات بقى تانية نبدا نشرح كل جزء في الوش وكل جزء بيعبر عن ايه. طب خلينا نبلش باستاذ سمير. ما بخليها بعد البرنامج. لا لازم نعرف. بس هسأله في زيك بيشوفوا الحكايه دي ولا انت لا في وفي منفرد بيها؟ لا في كتير وفي بالفطره. يعني في ناس بتعرفها، يعني يشوف حد يبدا يقول له على فكره انت انا حاسس ان فيك صفات كذا كذا. يعني ممكن حضرتك يا استاذ سمير تشوف حد تعامل اول مره. انا طبعا. طب اسالك سؤال، ايه رايك في اللي يقول لك يعني في الوش اللي يقطع الخميره من البيت؟ بتبان الخميره في وشه. صحيح يقول لك انا اصطبحت بوشي مين النهارده، معاك حق. يعني هل الحكايه دي مرتبطه فعلا؟ في ناس ممكن ايه كان عم يحكي تحت بس على الهواء. فكره حته وش يقطع الخميره من البيت ده الوشوش اللي شكلها بذيء او شكلها مش حلو
فعلا بيبقى اخلاقه كمان مش كويسه. بالظبط، بس مش بس ممكن يبقى شكله وشه حلو او مش حلو. بس هو في في دي حاجه تهيألي ربنا بيديها للواحد كده، وشه يقول لك ما اعرفش مظبوط في حاجه. مظبوط. لا وش انا بقول. بقول مثلا لما واحد بيبقى مثلا وجهه حلو وهو كتير منيح، بس بيبقى مثلا وجهه على فلان مش منيح، هيدا شو اللي بيكون الغرض لا ده أو بقى التفاؤل السبب؟ والتشاؤم. ده دخلنا في حته تانية، حته أوكي. الايحاء. ان احيانا احنا عندنا ايحاءات او عاملين روابط للناس، ان ده انسان بشوفه اليوم بتاعي بيمشي حلو قوي، ده حد تاني بشوفه اليوم هيدا ما بتاعي خصه بيبوظ. بالوجه يعني؟ لا ما مش خصه خاص بالوجه، بالوجه. لا هو خاص بالايحاء الداخلي اللي جوايا. طيب مش رح انسى ابدا، اسمح لي تقرا لي وجه استاذ سمير. بالنضاره ولا من غير نضاره؟ من غير نظاره. حضرتك قلعت النضاره قبل كده في كتير. برامج؟ اه ولا خلينا نشوفها بالنضاره ومن غير نضاره. طيب هو لازم ابص لك ولا انت شفتني كتير بقى؟ لا اكيد طبعا. انت قول لي لازم اللي يكون بذمتك. حافظك اصلا. هو الاستاذ سمير بس خد ده معاك بس. اقرا حلو ها. الدنيا ما حدش ضامن الوش ده ولا ما انت. لا بس انا اعرف ان هي 50. ايه؟ اعرف ان هي 50. ادي يبقى لك 10. هو استاذ سمير على طول كده. ممكن من الدقن. الدقن الطويله اللي خارجه لبره، شوي. اللي خارجه لبره وعريضه الى حد ما، ده بتدي ايحاءين. اول ايحاء ان هو عنده قدره وثبات، تاني ايحاء ان هو ميال للطرف الثاني قوي قوي. فكل ما كان الدقن خارجه لبره، كل ما كان في ايحاء للطرف الثاني، سواء عند الرجل او عند الست. كمان في ناس بيبقى عندها اكتر من كده، بيبقى عندها اللي هو الغميزي. هنا. طبع الحسن. طبع الحسن ده هنا. رهيب ده. كان نفسي في ده ونغزتين هنا. ممكن بتسموها انتوا ايه؟ الغمازات؟ غميزي. غمازي. غميزي. ايه غمازي ايه؟ غميزي. فالغمازات ده ممكن الشخص لو عنده كبيره ممكن ياخد قرارات طايشه، اوكي. ويبقى ميال قوي للحب اللي هو اللي مش موجود، الافلاطوني بقى الرومانسي. وقيس وليلى الرومانسي. ممكن يبيع الدنيا كلها علشان خاطر الطرف الثاني او عشان خاطر حبيبه. فهو استاذ سمير من النوع اللي ميال للطرف الثاني، عنده قدره وثبات. بتقول ايه؟ لا انا بشكره بشويش. ده كده عشان لا انت بتقول احتمال. ايه؟ بتقول انت في احتمال يكون ميال للطرف الثاني، واحتمال يكون هيك، ما بتقول يعني. لا هو ميال للطرف الثاني، الدقن اللي خارجه لبره ميل على طول للطرف الثاني، زائد القدره والثبات. كمان بالنسبه للودن، ودن الاستاذ سمير المفروض الودن بتبقى على مستوى البق، يعني عند الاستاذ سمير طالعه فوق شويه. بس ده يعني دي حاجه كويسه. فاهم. اللي فوق معناها، حتى احنا عندنا هنا في مصر يقول لك هو بجبهه وهي طايره. فهي طايره. الودن اللي طالعه لفوق شويه دي معناها ان هو بيعرف المعلومات بسرعه. غير في ودن تانية بتبقى عندها الحته دي، الشحمه بتاعه الودن بتبقى تخينه قوي، او لازقه في الوش. ولازقه في الوش. على قد ما هتكون تخينه على قد ما هيكون ممكن تبقى قراراته بطيئه، بس بيلاحظ قوي، يعني قاعد في مكان يلاحظ فيه كل حاجه. انما استاذ سمير بيعرف يلقط المعلومه على فكره عندك برضو نفس الموضوع ده. الودان طالعه لفوق، فمعناها انك بتعرفي تلقطي المعلومه بسرعه. انت بتحرجنا كده. طبعا. في الجبهه العريضه عند استاذ سمير، او الجبهه النوعيه دي من الجبهات، بيبقى بيثق في الناس، عنده ثقه ممكن يديها في الاخرين. غير مثلا في الجبهه بتاعتي. الجبهه بتاعتك ده جبهه العباقره بيسموها. ما شاء الله. انا عبقريه، زقفوا لي. يبقى استاذ سمير رومانسي. استاذ سمير رومانسي ويميل للطرف شفت الاخر. انا شاطره. انت كترت من اليمين للطرف الاخر ده، خلاص بقى. كمان في ما تعملهاش مشاكل عائليه، مش عايزين هلا مشاكل كل واحد بيغلط اكيد. شو في لا كلام انا مقدس. بحترم الطرف الاخر، بحب. اكيد شيء طبعا. طبيعي. هم كمان اكيد بيحبوك يا أستاذ سمير. طبعا هم أكيد. دول النعمه. والله. بس الشفايف ولا حلو قوي. طب كفايه كده. بس طيب. شوية معلومات حلوه قوي. لا بس برافو عليه حقيقي. عن جد؟ حسيت يعني تحس انه بيتكلم عن دراسه. ايه؟ يعني مش واكيد عنده تفاصيل تاني كتير في الوش.
هلا في شيء وجه مثلا بتلاقيه صعب انك تقدر تقراه، او مثلا الميك اب بيأثر على القرايه، او التجميل بيأثر على الوجه، او بالظبط. هو دايما كده في علم الفراسه ان الرجاله بتبقى اسهل من الستات في القرايه، علشان يعني حاجات كتير. اولا في ست ممكن تكون لابسه حاجه على راسها فبتخبي الودن، ففي حاجات الودن بتدل عليها، فكده احنا فقدنا جزء من التواصل. زائد ان الميك اب احيانا برضو بيضيع الملامح. بيضيع الملامح، فالانسان بقى وقتها بيفضل يفكر هل ده صح، فبحتاج وقت اكتر علشان ما تسرعش في الحكم على الطرف الثاني. انما في الرجاله الموضوع بيبقى اسهل كتير. وممكن على فكره الفراسه مش لازم يكون الشخص موجود قدامي، يعني مش لازم رولا تكون موجوده او استاذ سمير يكون موجود علشان اقول، ممكن